صباح الفل. النهارده هنبدأ مع بعض أول حلقة من حلقات الثقافة المرورية، وزي ما اتفقنا أول حلقة هنتكلم عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الميادين. أنا وائل عاطف ودي قناة موتوري ايجيبت. وعلشان نقدر نفهم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الميادين لازم نفهم الأول إيه الهدف من إنشائها. الميدان زي ما بيقولوا عليه في مصر، أو الدوار زي ما بيقولوا عليه في الخليج، أو الراوند أباوت زي ما بيقولوا عليه في إنجلترا وأمريكا، أو الغومبوا زي ما احنا بنقول عليه هنا في فرنسا. بغض النظر عن اختلاف التسمية، طريقة التعامل مع الميدان واحدة في كل مكان في دول العالم. والهدف من إنشاء الميدان هو تحقيق السيولة المرورية في حالة وجود تقاطع لأكثر من طريق في وقت واحد، وعلشان نتفادى الإشارات الضوئية التقليدية اللي ممكن تعطل سيولة المرور. وكمان الهدف من الميدان إن يعمل شكل جمالي في المكان اللي موجود فيه. وعلشان نحقق السيولة المرورية المطلوبة دي لازم نلتزم بالآتي: أولاً الالتزام بأولوية المرور، والأولوية هنا دايماً للعربيات اللي جوه الميدان. ثانياً تحديد الاتجاهات قبل ما ندخل الميدان. ثالثاً استعمال الإشارات بالطريقة الصحيحة قبل ما ندخل الميدان وأثناء الدوران جوه الميدان وقبل ما نخرج من الميدان. تعالوا مع بعض نعرف النقط دي كلها بالتفصيل. انا بس في الاول عايز افكركم ان شركه كار سمارت عامله خصم 50% لكل متابعين قناه موتوري على الاشتراك في كارت الخصومات، اللي بيقدم خصومات بتوصل ل 30% على قطع الغيار والصيانات في جميع مراكز الصيانه والتوكيلات المشتركين معاهم. اول نقطه هنشرحها هي اولويه المرور داخل الميدان، وفي قاعده هنا لازم نكون دايما فاكرينها، ان اولويه المرور هنا للعربيات اللي جوه الميدان. زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، العربيه الزرقاء وهي داخله الميدان بتهدي وتقف لغايه ما العربيه الحمراء اللي جوه الميدان تعدي، لان الاولويه ليها. ليه احنا بنعمل كده؟ علشان ما نعطلش بعض ونحقق السيوله المروريه المطلوبه من الميدان. بعد كده هنشرح نقطتين مهمين جدا، بس هنشرحهم مع بعض لان هم مرتبطين ببعض. النقطه الاولى هي تحديد الاتجاهات قبل ما ندخل الميدان. النقطه الثانيه استعمال الاشارات داخل الميدان. وعلشان ما نتلخبطش في النقطتين دول، احنا بنقسم الميدان نصين: النص اليمين لو هنخرج من اول شارع في الميدان، او لو هنلف الميدان ونكمل على طول. النص الشمال لو احنا هنلف الميدان ونخرج من الشارع الشمال اللي في الميدان، او لو هنلف الميدان لفة كاملة علشان نرجع تاني من نفس الشارع اللي دخلنا منه. ودلوقتي هنشرح حالة حالة بالتفصيل. لو انا هخرج من اول شارع في الميدان بدي اشارة يمين قبل ما ادخل الميدان عشان اللي ورايا يعرف اتجاهي ويهدي. لو هلف الميدان واكمل على طول ما بنديش اي اشارات قبل ما ندخل الميدان، بس قبل ما نخرج من الميدان بندي اشاره يمين عشان اللي ورانا يعرف اننا خارجين من الميدان ويهدي. انما لو في حاله ان انا هخرج من الشارع الشمال او هلف الميدان لفه كامله واخرج من نفس الشارع اللي انا دخلت منه، فهدي اشاره شمال قبل ما ادخل الميدان، وهخليني في الحاره الداخليه للميدان، وهفضل سايب الاشاره الشمال شغاله لغايه قبل ما اخرج من الشارع اللي انا عايز اخرج منه. ادي اشاره يمين عشان اللي ورايا يعرف اتجاهي ويهدي ويبقى عامل حسابه على المكان اللي انا هخرج منه، وبكده نكون حققنا السيوله المروريه المطلوبه وما نعطلش بعض جوه الميدان. اتمنى يكون الشرح كان واضح والحلقه تكون مفيده ليكم. لو عجبتكم الحلقه يا ريت تعملوا شير عشان توصل لاكبر عدد من الناس ونقدر نحقق الثقافه المروريه المطلوبه وتكون مفيده لكل الناس. تابعونا على قناه موتوري على يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.